السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ اموركم كلها مزيانه. هاد النهار غادي نحضر الدجاج البلدي بالجزر، وعرفكم مع واحد السلطه اللي كتجي زوينه بالبسباس. كنتمنى هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. ندوزو ان شاء الله للمقادير وطريقه التحضير. في المقادير كنحتاجو عندي هنايا شويه ديال الدجاج البلدي عندي هنا. الكميه كتبقى على حسابكم وعلى حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. انا هنايا عملتي واحد شويه، شي طريفات. يمكن لكم الا ما عندكمش الدجاج البلدي يمكن لكم ديروا الدجاج العادي. عندي هنايا واحد 4 ديال الجزرات اللي قطعتهم بحال هذا الشكل. عندي زيت الزيتون، يمكن لكم تضيفوا الزيت النباتيه. عندي واحد نص بصله مشلضه رقيق. عندي هنايا في العطريه معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ربع حامضه مسيره اللي قطعتها هكا او الحامض المرقد. عندي هنايا عصير ديال نص حامضه. هادو هما المقادير ديالي اللي غنحتاجو للدجاج. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. خديت واحد الطنجره ديال الضغط وضعت فيها الزيت. دابا الزيت سخن لي، غادي نضيف البصله، غنقلي شي شويه داك البصله. من بعد ما تقلات لي البصله دابا غادي نضيف الدجاج. غنخليه مزيان مع هاد البصيله. من بعد ما تقلى لي الدجاج مزيان مع البصله دابا غادي نضيف العطريه والحامض مسير او الحامض مرقد. نضيفهم مزيان مع بعضهم. نخليهم يتقلاو شي شويه. من بعد ما تقلى لي مزيان الدجاج مع العطريه والبصله، ضفت له الماء كما كتشوفوا حتى غطيت الدجاج، وغادي نغطي عليه وغنخليه يطيب نص طيبه، واحد المده ديال نص ساعه 30 دقيقه. كما كتعرفوا الدجاج البلدي كياخذ الوقت في الطياب، ماشي بحال الدجاج العادي دغيا كيطيب. حتى يطيب ليه نص طيبه عاد غادي نضيف عليه الحامض والجزر. من بعد ما طاب لي الدجاج نص طيبه دابا غادي نضيف عليه الجزر والعصير ديال الحامض. كما كتشوفوا داك الجزر انا درتو في واحد البانيو وضعت فيه الماء باش يبقى محافظ لي على اللون ديالو. دابا غادي نزيد العصير ديال الحامض، وغادي نرجع نشد عليه الغطايه ديال طنجره الضغط، وغادي نخليه واحد المده ديال نصف ساعه وان شاء الله يكون واجد. دابا غادي نحضر معكم السلطه ديالنا او الشلاضه اللي غنحضرها بالبسباس. عندي هنايا نص بسباسه اللي قطعتها هكا بحال هذا الشكل. هذه هي البسباس، كل واحد وشنو كيسميها، حنايا كنسميوها البسباس. عندي هنا واحد نص بصله، عندي
واحد 2 معالق ديال الروز، عندي واحد نص فلفله قطعتها مربعات صغار، عندي واحد معلقه ديال الزبده، عندي واحد 2 فصوص ديال الثومه، عندي شويه ديال المعكنوس وشويه ديال الورق ديال البسباس، زيت الزيتون، الفلفل الاسود والملحه. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. خديت واحد المقله وضعت فيها الزبده، والقليل من زيت الزيتون. دابا غنتسنى حتى تذوب الزبده، عاد غادي نضيف عليها البصله، من بعد ما دابت الزبده زدت البصله وغنقليها شي شويه مع ديك الزبده. من بعد ما تقلات لي دابا غادي نضيف الثومه والبسباس نخلطهم شي شويه. وغادي نضيف حتى الفلفله وغنخليهم يتقلاو مزيان مع بعضهم. من بعد ما تقلاو لي ضفت عليهم واحد شويه ديال الماء. سمحوا لي لحقاش الفيديو ما واضحش 100% على حساب داك البخار اللي كيطلع من المقله. دابا من بعد ما طبت لي داك البسباس نص طيبه غادي نضيف الروز، استعملوا اي نوع ديال الروز كتبغيوه، والقزبور عفوا المعكنوس والورق ديال البسباس. غادي نخلطهم مزيان. غادي نزيد حتى الفلفل الاسود والملحه. وغادي نزيد شي شويه ديال الماء، واحد الكاس، باش يطيب لي داك الروز. وغادي نغطي عليه وغادي نخليه واحد المده ديال 10 دقائق ان شاء الله غادي يكون واجد. على عافيه مهيله. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الدجاج والجزر ديالي. كيجي الصراحه غزال، والحامض كيعطي واحد البنه زوينه. وهذه هي السلطه ديالنا ديال البسباس. وكنتمنى هذه الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. بسلام عليكم.